السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اليوم إن شاء الله نقدم لكم هذا الفيديو ديال هاد البيض، قشور البيض. كنشدوهم المهم ملي كنقشروا البيض أو ملي كنسلقوا البيض أو ملي كنقليو كيبقاو عندنا هاد القشور هادو. كنشدوهم كنخليهم كنيبسوهم واحد المدة حتى كيحيد منهم داك الماء، تيبسو مزيان. في الاخر ملي كتشدهم بيديك بحال هكا كيبقاو يتقرمشوا، أو تشدهم تطحنهم بيد المراس او بطحانه مهم باش يتفتوا مزيان، باش الله تقدمهم كالسيوم للدجاج. يعني هذا هو الكالسيوم اللي كيساعد الدجاج على على البيض. باش يكون عندك كميه ديال البيض ضروري خاصك تعطي الكالسيوم للدجاج. الا ما كانش كالسيوم للدجاج راه ما كاين والو. كاين هاد البيض وكاين غلاله، يعني كاين بزاف ديال الحوايج اللي تقدمهم للدجاج ككالسيوم وكيقويو ليه المناعه وكيحافظ على الصحة ديال الدجاج. غنمشيو على الدجاج وغتشوفوا الدجاج راه تياكلو، ولكن خاصك طحنهم له مزيان باش ما يوحلش ليه. هانتوما كما كتشاهدوا هو قدمنا للدجاج، ولكن هاد العملية خاصك ديرها من بعد الفطور. من مور الفطور كيكون الدجاج شي شوية واكل، كتقدم ليه هاد الوجبة هادي. كاين اللي كيديرها مع النخالة، انا كنديرها ديريكت كما كتشاهدوا. ها هو حطينا للدجاج غياكلو كامل. هذا هو الكالسيوم ديال الدجاج. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا في عالم رشيد للزراعة والدواجن. تابوناو عندي في الاشين ديالي، تبركوا على الجرس وتهلاو لي فراسكم. مع السلامة.